اهو تنقط وانا قاعد والله اتنقط. السلام عليكم. عمرو أديب عقله طار بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي، ويسخر من الإسماعيلي وبيراميدز والزمالك بسبب الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت في برج العرب، ويأتي هذا الفوز بعد عدة نتائج سلبية للأهلي في الدوري. فقد صرح الإعلامي الزملكاوي عمرو أديب بعد هذه المباراة وقال: بصراحة الواد بيرسيتاو حظه حلو أوي على الإسماعيلي، ده سادس جون يجيبه في الإسماعيلي، ده لو واحد عامل له عمل إنه يجيب جوان في الإسماعيلي مش هيعمل كده. وبعدين بعد كل ماتش دايما الإعلامي الزملكاوي والإسماعيلاوي يطلعوا يهاجموا الأهلي إن هو ما بيلعبش في الإسماعيلية. الإسماعيلي يا جماعة بقاله يجي 7 سنين بينافس على الهبوط، كل ده عشان ماتش واحد للأهلي ما بيلعبوش في الإسماعيلية. أنا عايز الناس تتكلم كلام معقول، مش تتكلم أي هبل وخلاص. وحتى قبل كده اما الأهلي كان بيقابل الإسماعيلي في الإسماعيلية، أنا فاكر إن الأهلي رزع الإسماعيلي 6-0 في قلب إسماعيلية. يعني الأهلي مش فارقة معاه يلعب في القاهرة في برج العرب أو في الإسماعيلية، هيحط على الإسماعيلي. ما الفرق بين اللعيبة واضح زي وضوح الشمس، مش عايزة كلام. الأهلي واصل لخامس نهائي على التوالي في افريقيا، والاسماعيلي بينافس على الهبوط، فلازم الاهلي يفوز على الاسماعيلي. وبقول لبيراميدز ما تتعشمش في الدوري انت ولا الزمالك، الاهلي جاي، ومش هقول لكم الاهلي قادم عشان المقولة دي ما بتتقالش على الاهلي اصلا. دايما احنا يا زملكاوية بنقول الزمالك قادم وما بيجيش ابدا، اما الاهلي بيفرض نفسه على الكل، والاهلي هو اللي هياخد الدوري. يعني يا عم رمضان يا بتاع الطموح، ما تطمحش قوي وتطلع تقول احنا بننافس على الدوري. لا يا حبيبي، الاهلي هيخلص افريقيا وهيفضل الدوري، ومش هيسيب الدوري يطلع من بين ايديه. ده الاهلي يا رمضان. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.